كشف المغارب السعودي الشهير مجتهد عن حالة إحباط كبيرة تسود كلا من ولي العهد السعودي محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي محمد بن زايد بعد قرار قطع العلاقات الدبلوماسية مع قطر. وقال مجتهد في تغريدة على موقع التواصل الاجتماعي تويتر رصدتها وطن إن كلا من ابن سلمان وبن زايد وجه توبيخا شديدا للاستخبارات على معلوماتها الخاطئة لأنها قدرت تضررا هائلا لقطر، والآن تبين أن قطر احتاطت بشكل كامل. وأضاف مجتهد معلقا على قرار السعودية والإمارات والبحرين بقطع العلاقات مع قطر قائلا: بعد إقفال الأجواء أمام الطيران القطري والقادم من قطر، الأجواء مفتوحة أمام الطيران الإيراني والخطوط الأخرى القادمة من إيران. وهاجم مجتهد ابن سلمان قائلا: فقرات القرار التي لم يفكر بها ما يتعلق بالمواطنين. عدد حالات الزواج بين قطر والسعودية تزيد عن 50,000، هل سيجبرون على الانفصال؟